بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناتي من مطبخ أم عبد الرؤوف. إن شاء الله وصفة اليوم راح تكون المحاجب، ولا كما نقولوا لها في الشرق الجزائري المحجوبة. نمر المقادير البسيطة لهذه المحجوبة. عندي نص ملعقة صغيرة نتاع ملح، ملعقة صغيرة نتاع كزبر، ملعقة كبيرة نتاع طماطم مصبرة، عندي القليل من الشحمة القديمة، عندي 4 مغارف نتاع الزيت، 2 سنات نتاع ثوم مرحيين، حبة بصل مرحية جيدا، 2 حبات فلفل حار مرحيين، وحبة نتاع طماطم من الأحسن تكون حمراء وطايبة مرحية بهذا الشكل. نحطو في برمة الزيت، البصلة وباقي المقادير، يعني بارد في بارد كما راكم تشوفوا. يعني الشحمة من الأحسن تكون قديمة، ما نحطوش بزاف، نحطو شوية قد ما دير لنا برك الريحة برك في لاصوص نتاع هاد المحجوبة. وكما قلت من قبل نحطوا هاد المقادير هذو بارد في بارد في برمة. هنايا الفلفل الحار اللي ما بغاش يعني الفلفل الحار يحط في مكانه الهريسة. بعد ما حطيت هذوك المقادير كامل نتاع الصلصة في البرمة، نخلطهم مليح ونغطي البرمة نتاعي ونحطها فوق نار هادية جدا. ونخليها فوق النار حتى هذيك الماء نتاعها نتاع الطماطم ونتاع البصل تتشربهم مليح، وتخرج الزيت نتاعها، تتعقد لنا يعني وتكون واجدة. هنايا الصلصة نتاعنا نتاع المحجوبة راهي واجدة كيما راكم تشوفوا، والماء نتاعها كامل راهي شرباتو، وراكم تشوفوا في الجوانب الزيت كيف خرجت. طريقة العجين نتاع المحجوبة كنت حطيته من قبل في فيديو الشخشوخة، تلقاوه من قبل. نحطوه نلوزوه كما راكم تشوفوا، يعني التلواز فقط يكون صغير على نتاع نتاع الشخشوخة. نحلو حبة الأولى كما راكم تشوفوا، نحطو حوالي 10 حبات بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوها في الفيديو، نوجدوهم من قبل. بعدها نروحوا للطريقة باش نحطوا الصلصة. نزيد نحط كما راكم تشوفوا الحبة، نحلوها ونجيبوا هذيك اللي طيبناها من قبل نطبقوها بهذه الطريقة هذه، نحطوها في وسط الأولى اللي حليناها، ونحطوا الصلصة حوالي ملعقة ونص ولا 2 ملاعق، نستفوهم بهذه الطريقة هذه، ونحط بعض من القطرات نتاع الزيت اللي راح يمد للحبة نتاع المحجوبة قرمشة، وراح يخليها تنفخ داخل الطاجين كما راكم تشوفوا الزيت. نغلق على الحبة كما راكم تشوفوا، هذه الحبة الطيبة اللي كنا طيبناها من قبل، وكنا وجدنا من قبل حوالي 10 حبات كما راكم تشوفوا. ونغلق عليها الحبة هذيك اللي مش طيبة من الجوانب في الطول، بعدها على الجوانب تاع العرض. نغلق مليح باش ما تخرج لناش الصلصة لبرا. نزيد القليل من الزيت، الزيت قلت راح تمد قرمشة للحبة نتاع المحجوبة كما راكم تشوفوا، ونحطها مباشرة فوق الطاجين. الطاجين نكون النار نتاعو من هادية إلى متوسطة.
نأكد على النار في هذه المرحلة هذه لازم تكون متوسطة، لكن من قبل تكون هادية باش الحبات نتاوعنا يكونوا طايبين نص طياب. المرحلة هذه لازم تكون متوسطة باش الحبات نتاع المحجوبة يطيبوا بهذا اللون هذا المحمر. نتمنى تجربوا هذه الوصفة التقليدية وما تنسوناش بالدعاء نتاعكم بدعمكم. سلام.